فيديو النهارده عن الوقت. كتير قوي بنتعامل مع الوقت اكنها حاجه احنا ضامنينها، اللي هو اي حاجه بعدين بنبقى عايشين في وهم كلمه بعدين، اللي هو انا هبقى شخص احسن بعدين، انا هلتزم في الصلاه بعدين، انا هذاكر او هدور على شغل بعدين، كل حاجه بعدين. اكن في يوم هيجيلك ده هيبقى هو ده البيرفكت مومنت او اللحظه الصح انك تبدا تعمل فيها اي حاجه في حياتك. بننسى ان فعلا مفيش حاجة اسمها اللحظة الصح، لان الوقت ده انت اللي بتخلقه لنفسك. واحنا بجد لو بطلنا نتعامل مع الوقت اكنها حاجة مضمونة وحاجة في ايدينا وهنقدر ان احنا فعلا نتحكم فيها، هننجز وهنخلص حاجات كتير قوي في حياتنا، وهنبقى نسخة افضل من نفسنا من غير حتى ما ناخد بالنا. كل يوم بنصحى بنقعد نمسك الموبايل، نسكرول فيديو ورا فيديو، مين مش عارفة سافر فين، مين اتجوز، مين ارتبط، مين عمل ايه في حياته. والوقت بجد بيسرقنا بطريقة ان احنا بنحس اللي هو احنا كنا لسه صاحيين الساعة 1 ودلوقتي الساعة بقت 5 المغرب واحنا قاعدين بس بنسكرول على تيك توك او على انستجرام او اي حاجة على سوشيال ميديا عامة، وبننسى ان كل ثانية بتمر حاجة بتضيع منك. فاليوم اللي لما بيضيع وانت ما عملتش فيه اي حاجة غير انك انت ضيعت وقتك، فاحنا مش ضامنين احنا لينا وقت قد ايه في الدنيا دي، واحنا مش ضامنين احنا فعلا هنلحق نخلص اللي ورانا، هنلحق نبقى شخص احسن لينا ولنفسنا، نلحق ننجز حاجات عايزين نوصل لها، نعمل نتحرك نعمل اي حاجه في حياتنا، ولا لا احنا مش ضامنين الوقت. لان الوقت ما بيرجعش، انت ما فيش حاجه اسمها ارجع الوقت اللي ضاع، انت بتحاول انك تستغله صح. فاما تستغله وفعلا تعرف تكسب وقتك، اما تضيعه وما تعرفش ترجعه تاني. الايس كوفي صراحه المره دي عملته حلو جدا. طبعا هضطر اقول لكم عشان لو حد جديد في العيله بتاعتنا، فبنثبت الفيديو، بنجيب اي حاجه نشربها او ناكلها او نعمل يعني احنا مع بعض، فروح المشاركه مطلوبه وحلوه. فقلت افكركم عشان لو حد مش عارف الطقوس بتاعه الفيديوهات بتاعتنا، فثبتوا هاتوا اي حاجه تشربوها. وانا عملت ايس كوفي، هو طعمه ملكي شويه بس مش وحش. فيديو النهاردة والموضوع اللي هنتكلم فيه وهو الوقت، دي اكتر حاجة انا بحس ان انا دايما عايزة اتكلم عنها، ودايما عايزة افكر غيري بيها وافكر نفسي بيها كمان، لان احنا بجد ساعات ما بنكونش مدركين اهمية الوقت اللي معانا، وفعلا بنضيع كمية وقت يخلينا نندم عليه بعدين. يعني انا دايما بتخيل مشهد كده معين، وبهو ان انا بتخيل ان حد جاي بيقولي ان ده اخر يوم في حياتك، فانا اول حاجه هتيجي في دماغي قد ايه انا هبقى ندمانه على الوقت والايام اللي ضيعتها وانا ماسكه موبايلي بقلب على تيك توك او بشوف حياه اشخاص مختلفه انا ماليش دعوه بيهم خالص، وناسيه اعيش انا حياتي. يعني بجد قد ايه السوشيال ميديا انا بجد ساعات ما بحبهاش خالص وساعات بكرهها، رغم ان انا يعني بحبها برضو. بس انا يعني ممكن ابقى نعمل فيديو تاني عن حوار السوشيال ميديا، بس انا بحب فيها حاجات قوي وما بحبش فيها حاجات جدا. هو ان انت ساعات ما بتكونش قاصد، بس بتبقى قاعد ماسك موبايلك على تيك توك او على انستجرام او اي سوشيال ميديا بلاتفورم، وانت بتقلب وتسكرول وتشوف مين معرفش سافر، مين قابل حب حياته، مين اتخطب، مين متخانق وعامل عركة على السوشيال ميديا مع حد تاني وبيلقحوا ستوريز والجو ده. وبتشوف الناس بتعيش حياتها وانت بتتفرج اكنه مسلسل قدامك، وبتنسى انت نفسك تعيش. يعني بتنسى ان انت تخلق وقت لنفسك انك تعيش وتجرب وتنزل وتخرج تشتغل، تجرب تعمل حاجة جديدة انت ما كنتش عارف انك انت هتبقى شاطر فيها، تذاكر عشان تنجح، تتعرف على ناس جديدة. انت بتنسى انك تعيش حياتك وبتبقى قاعد بتتفرج على ناس تانية وهي عايشة حياتها، وفي نفس الوقت بتبقى بتتفرج على ناس اصلا حتى عايشة حياتها ومش 100% true. انت بتتفرج على سيناريو ومشاهد هم بيبقوا عايزينك تتفرج عليها. يعني انا بشوف ان السوشيال ميديا مش طبعا مش حقيقيه خالص، مش كل الناس على السوشيال ميديا. يعني نبقى نتكلم بعدين على السوشيال ميديا عشان انا بشوف ان هي حوار شيق جدا. بس نخلينا في موضوعنا وهو الوقت. الوقت مش عقارب ساعة بتلف او رقم على شاشة موبايلك. الوقت هو حرفيا حياتك، والوقت اللي انت هتعيشه في دنيتك. كل ثانية بتعدي من عمرك انت مش هتعرف ترجعها. يعني الوقت اللي راح واللي ضاع في حاجات معينة انت ضيعت وقتك فيها انت مش هتعرف ترجعه. فعشان كده بحس ان انا دايما عايزه يبقى في ريمايندر كده يجيلنا واحنا قاعدين بنضيع وقتنا في اي حاجه ما لهاش اي لازمه اي معنى، يفكرنا قد ايه ان الوقت اللي بيضيع ده مش هيرجع تاني، قد ايه احنا لازم فعلا نفوق كده للحظه وفعلا نبطل تضييع وقت، نبطل تاجل وتقول بعدين.
معلش مثال لثانويه عامه عشان بحبهم جدا. انا متضايق او انا ضيعت وقت وما ذاكرتش، مع ان كان المفروض متراكم عليا حاجات والوقت بيجري وقربت امتحن ومش هلحق اخلص. فانا متضايق ان انا ضيعت وقت على الموبايل او whatever، ضيعت وقت في ايه، فانا قاعد بفكر وبلوم نفسي وبفكر قد ايه انا شخص وحش وضيع وقت، فاقوم مضيع وقت اكتر في التفكير، بفكر قد ايه انا انسان فاشل وضيع وقت. طب ما انت بتضيع وقت دلوقتي. فدايما بلاش كلمة بعدين او لا خلاص انا ضيعت وقت دلوقتي من بكرة بقى، جو اللي هو تأجل وتماطل. انا كان في كوت قريتها عجبتني جدا، حتى كنت حطها على بوست على انستجرام عندي من ضمن الصور يعني، وهو ان the cost of procrastination، اللي هي التماطل، الشخص اللي بيقعد يقول بعدين وبيماطل وبيأخر كل حاجة، is the life you could have lived. يعني هي حياتك اللي كان ممكن تعيشها، الحياة اللي انت كان ممكن تبنيها لنفسك وتعيشها وتبقى مبسوط فيها. حرفيا الضريبة انك تماطل او تأخر وتأجل كل حاجة في حياتك هي الحياة اللي انت كان نفسك تعيشها، او حياتك عامة اللي كان ممكن تبنيها لنفسك. فنفسي نبطل نعيش في وهم ان احنا عندنا وقت كتير لسه. انت ايه عرفك؟ انا حرفيا ممكن يعني طبعا ربنا يطول في عمرنا كلنا ونعيش كل لحظة حلوة عايزين نعيشها، نتخرج، نشوف اللي حوالينا مبسوطين وبيكبروا وبيحققوا حاجات نفسهم فيها وهكذا. بس انا ممكن انا كملك انام دلوقتي وما اصحاش تاني خلاص. فانا ليه ابقى اخر وقت او اخر حاجة يوم عندي ان انا بجد راح في ولا حاجة؟ انا زي ما قلت لكم بحب قبل ما انام اقعد اراجع كده اليوم كان فيه ايه بالظبط عشان اعرف انا قضيت اليوم النهارده عامل ازاي. بتعصب جدا لما الاقي ان اليوم ضاع في ولا حاجة. انا صحيت اكلت، وانا باكل كنت بتفرج على حاجة، بعد كده خلصت اكل مسكت تيك توك بقى شوية، انستجرام شوية، يوتيوب شوية، اقعد اسمع بودكاست على تضييع الوقت، مثلا اقعد اتفرج على فيديو لنفسي وانا بتكلم، وبعد كده خلاص انا الكلام دخل هنا وطلع من الناحية التانية وضيعت وقت برضو عادي من غير ما اكون مدركة ده. فبلاش جو اللي هو انا لا انا هبدا ما اضيعش وقت بعد ما اتفرج على فيديو معين هيحمسني. طب ما اتفرج على الفيديو بس فعلا اعمل بيه، يعني خليه فعلا يفضل هنا كريمايندر بالنسبه لك. لو انت حاسس ان انت مش عارف تفكر نفسك فخلاص اوكي، حد تاني بيفكرك وهكذا. بس بلاش جو اللي هو قاعد بضيع وقت بس في حاجه مفيده، ان انا بتفرج على بودكاست بيقول لي قد ايه الوقت حاجه مهمه جدا فدي حاجه هتغيرني. طب ما هل فعلا بعد ما خلصت اتغيرت ليه الاحسن؟ يعني فعلا قفلت وقلت لا خلاص انا هقوم دلوقتي اشوف اللي اذن وهصليه، هبدا اذاكر من دلوقتي حالا مش من بكره؟ هل بدات فعلا يبقى في اكشنز تعملها عشان ما تضيعش وقت او ما تضيعش حياتك مش وقتك بس؟ بحس يعني انا لما حد بيقول لي ايه اكتر حاجه بتخافي منها، اجابتي بتكون الوقت. لان انا بخاف ملحقش ابسط الناس اللي حواليا، بخاف ملحقش ان انا احقق حاجات نفسي احققها. انا بالنسبه لي مثلا الشانل او العيله اللي هنا، انا بالنسبه لي انتوا يعني ماي سكند فاميلي او عيلتي التانية، بعشق ان انا اتكلم معاكم. فبخاف ان انا ملحقش اسيب حاجه، او مثلا لما انا اروح ابقى سايبه حاجه كفيديوز او كحاجه تفكركم بعدين. مثلا حد مخنوق متضايق، ابقى في فيديو مثلا عملته قبل كده عن احساس مثلا انك تبقى تايه، فيحس يتفرج ويحس انه بقى مبسوط شويه. انا بخاف ملحقش اعمل الحاجات اللي انا بحبها، ودي حاجه من الحاجات اللي انا بحبها. فانا دايما بالنسبه لي الوقت ده فوبيا، يعني انا بخاف جدا ملحقش. ورغم كده احنا كبشر احنا مش روبوت او اي ان احنا نقدر نتحكم بنفسنا بريموت، ما بنعرفش نعمل كده. فانا تلقائيا ساعات برضو من غير ما اكون واخده بالي ببقى قاعده نايمه على السرير ورا بتفرج على الموبايل، بقلب، بضيع وقت كتير ساعه ورا ساعه، اليوم خلص. فباجي اراجع نفسي انا عملت ايه النهارده، بجد بتعصب وبتضايق جدا. بس بحاول افكر نفسي ان انا مش هضيع وقت كتير في ان انا اتضايق، لان خلاص انا فكرت نفسي ولا انا هنام دلوقتي، هصحى بدري، مش هضيع وقت، هخلص كل حاجة ورايا. حتى لو مش ورايا حاجة انا هخلق في اليوم حاجات تخليني شخص احسن، تخليني عندي مستقبل بعدين successful وحلو، تخليني الحق اعمل memories مع ناس بحبها، quality time مع العيلة، مع ناس صحابي، whatever. لو مش مفيش حاجة كده quality time مع نفسي، انا اخرج نفسي، ابسط نفسي، اعمل حاجة اكون بعيش، مش بس بشوف على سوشيال ميديا او على الموبايل
الناس وهي بتعيش، لا انا نفسي مش بضيع وقت وبعيش حياتي انا بطريقتي. وهم كلمة بعدين، من كتر ما الكلمة دي سهلة وبتخلينا نحس ان هو عادي ان احنا ما نعملش حاجة، عادي ان احنا نقعد نضيع وقت دلوقتي، فبنقولها في كل حاجة. يعني انا مثلا هبدأ اذاكر بعدين، من بكرة هخرج اجيب كتاب نفسي فيه جدا، حاسه ان هو هيخليني شخص احسن، هيفرق معايا في نقط معينه في شخصيتي، بعدين هبقى اجيبه. ما انا مش قادره انزل دلوقتي، بعدين. فهو بعدين مفيش، يعني مفيش يوم اسمه بعدين، مفيش حاجه وقت ده وقت البعدين، لا ما مش هتيجي. احنا اللي بنكرييت ده، احنا اللي بنخلق لنفسنا الوقت ان احنا نعمل اي حاجه مفيده في حياتنا، اي حاجه حلوه في حياتنا. فجو كلمة بعدين ده بجد بحس ان هو من كتر ما هي كلمة سهلة بنقولها في كل حاجة. ابسط الحاجات، انا هغسل المواعين عشان شكلها وحش جدا ولازم اغسلها عشان ماما ما تتضايقش مثلا، بعدين فماما اتضايقت واتخانقت معايا واليوم ما بقاش حلو، اتعكننت، بقيت متضايق مخنوق. ده ابسط مثال. اللي هو طب بعدين ليه؟ طب قوم اخلص المواعين وارجع اعمل حاجة في حياتك، تذاكر، تخرج، تلعب، تعمل اي حاجة حتى لو هتبسطك. يعني انا مش بقول ان بس لازم تكون عايش حياتك بتعمل حاجات ناجحة وخلاص، لا. ساعات بيبقى زي ما قلت لكم كتير، الانسان ما بيبقاش فيه طاقة ان هو يعمل حاجة قوي او شغف، فهو بيبقى بس عايز يبقى existing، ان هو بس موجود. بس في نفس الوقت ما تبقاش موجود وانت يعني انك تقلب على الموبايل مش حاجة هتبسطك على فكرة. فانت ممكن الوقت ده مش لازم تعمل حاجة فيها طاقة انك تتعبك او حاجة تبقى ناجحة. يعني ابسط حاجة انك تعمل كواليتي تايم مع نفسك، انك تخرج تجيب لنفسك حاجة بتحبها، تقضي وقت مع ناس بيخلوا المود بتاعك احسن. كل ده انت مش بتضيع وقت على فكرة، انت بتبسط نفسك، ودي حاجة عمرها ما كانت تضيع وقت، عادي. فانك تقسم وقتك صح وتبطل تأجل كل حاجة، دي انا بشوف ان هي لو عرفت تعمل ده فهي حاجة عظيمة جدا، وهيجيلك وقت انك هتبقى بتضيع وقت في لحظة، وده طبيعي. احنا مجرد بشر، ودي انا بجد اكتر كلمة بقولها في كل الفيديوز بتاعتي، ان احنا مجرد بشر. بس فعلا لو اتعاملنا بالطريقة دي هنحس ان الدنيا كلها بقت اسهل. اللي هو انا ضيعت وقت ومتضايق ومخنوق وندمان، طب انا مجرد انسان بيحاول، فخلاص انا هفكر نفسي ليه بعدين، لكن مش هقعد اجلد في ذاتي وافكر قد ايه انا ضيعت وقت، قد ايه انا شخص فاشل، حياتي ما فيهاش حاجه، اليوم بيتعاد، كل الروتين نفسه ممل، وحش، انا حاسس ان انا مكتئب، محبط، كل الكلام ده. فانا لا، انا بفكر نفسي ان انا مجرد انسان بيحاول، وان انا بحاول دي لوحدها حاجه تحفه، حاجه لازم تكون فخور بنفسك فيها. بحس ان الناس اللي دايما عايشه في سايكل ان هي بتسعى وبتحاول، دي ناس الطب، يعني ناس عظيمه جدا، لان الحياه عمرها ما كانت سهله. في مشتتات كتير قوي في الحياه بتخليك تتشتت، ما تركزش في انك تعمل حياتك بطريقه فعلا انت كنت عايزها اصلا، بتخليك تتسحل. يعني في مواضيع كتيره في الحياه بتسحلنا، بتخلينا ننسى ان احنا فعلا، لا انا كنت عايز اعمل كذا حاجة تخليني شخص احسن، تخليني ناجح اكتر، بس انا ما عملتهاش عشان اتسحلت في حاجة. طب ما هو ده طبيعي، لان احنا مش زي ما قلت، احنا مش بنتحكم بنفسنا، احنا تلقائيا بنعمل حاجات بتخلينا نتسحل ونضيع وقت فيها، بس احنا ما بنكونش قاصدين ده. ففكرة انك بتحاول لوحدها لازم تقدر نفسك عليها، وتكون انت حابب نفسك، فمش عايز تضيع حياتك وعمرك كله في اي حاجة واي كلام. فتفكر نفسك زي ما انا يعني بحبكم جدا، فبفكركم وبفكر نفسي، لان انا مش بيرفكت او ان انا عايشه حياتي بشكل اون بوينت بقى مسطره، لا انا بيجيلي وقت بضيع وقت كتير جدا. بلاش كلمه بعدين، عشان بجد دي سايكل مش هتخرجوا منها، لان مفيش يوم اسمه بعدين، يوم اجابه بعدين ده مش هيجي. بعد كذا سنه بعدين هتلاقي انك في نفس الحتة اللي انت كنت فيها، ونفس الشخصية، ونفس الحاجات اللي انت كنت عايز تغيرها في نفسك، نفس الروتين الممل، نفس تضييع الوقت، نفس كل حاجة اللي كنت عليها من سنتين وبتقول بعدين. طب ما هو بعدين ما جاش من سنتين لسه، طب هيجي امتى؟ ما هو مش هيجي برضو. فاللي هو تبدأ تندم قد ايه انا لو كنت استغليت فعلا الوقت اللي انا فيه من سنتين، كنت هغير نفسي وهغير حياتي بشكل كبير، وكنت هبقى دلوقتي اللي هو لا مش بقول بعدين. انت يعني ادركت ده بعد ما لقيت نفسك بتقول بعدين، وانت من سنتين كنت بتقول بعدين، وانت نفس الحاجة حرفيا كلها. فاللي هو مفيش وقت مثالي انك تبدأ تعمل اي حاجة، انت اخلقه لنفسك. الوقت مش بيأثر عليك انت بس، الوقت بيأثر على اللي حواليك كمان. يعني
تخيل ان ده ثانية عشان هو بقى تلج، هو اوريدي ايس كوفي بس يعني تلج ساح ومبقاش شكله شهي قوي في ثانية. تخيل ان انت خلاص الساعة اللي انت هتعيشها دلوقتي دي اخر ساعة ليك في حياتك، فكم حاجة جت في دماغك دلوقتي انك تعملها؟ هتبقى اكيد عايز تلحق تقرا قرآن، تصلي وهكذا، هتبقى عايز تقضي وقت مع الناس اللي بتحبهم، تقول لاصحابك قد ايه انت بتحبهم، تقول لاهلك، تعمل ميموريز اكتر، بس انت مش انت معاك ساعة، فانت قد ايه بجد ساعتها الانسان هيبقى ندمان على كل الوقت اللي ضاع. قد ايه كان ممكن يستغله في ان هو يخرج خروجه حلوه مع اصحابه بدل ما يأجل عشان يقعد في البيت يمسك الموبايل يضيع وقت. قد ايه كان ممكن يعمل ميموريز حلوه مع الناس اللي بيحبهم. هو احنا بجد عمرنا ما كنا ضامنين الوقت. يعني عايز تقول لحد من صحابك انت حاسس انك بتحبه جدا، عايز تقول له انت بتحبه، اتصل بيقول له انا بحبك جدا يا اسطى وات ايفر انت بتقول ايه، بحبك جدا يا صاحبتي، بحبك جدا يا اختي، اي حاجه. يعني ما احنا ما فيش وقت، مش ضامنين الوقت اللي احنا ممكن نعيشه في حياتنا. فانت حاسس انك بتحب حد، قوله انك بتحبه. حاسس انك انت بتبقى مبسوط مع ناس معينه، اقعد معاهم اكتر، اعمل ميموريز معاهم اكتر. احنا عمرنا ما كنا ضامنين الوقت، ولا عمرها كانت حاجه مضمونه، وما ينفعش نتعامل اكن اللي هو لسه في وقت كتير، هيجي وقت وهبقى اقول لهم ان انا بحبهم، اقول لهم دلوقتي. وده حاجه خلتني عامه انا لما ببقى مبسوطه في خروجه او مبسوطه مع ناس مثلا في صحابي او كده، بجد بعد الخروجه ببعت قصيده شعر قد ايه انا اتبسطت وقد ايه انا بحبهم، عشان انا ببقى فعلا ببقى I mean it، يعني ان انا فعلا حاسه قد ايه انا محظوظه ان انا مثلا قابلت الناس دول في حياتي. فانا مش ضامنه انا هلحق اقول لهم كذا مره كتير ولا لا. وساعات عامه being kind او ما لهاش علاقه بالطيبه، انك تقول لحد حاجه وانت فعلا مش بتفيك، لا انت فعلا بتحبه، فبتقول له انك بتحبه جدا وقد ايه هو بيبسطك. انت مش عارف هو ممكن يكون الشخص ده قد ايه كان متضايق ومخنوق، فانت الكلمتين اللي قلتها له دلوقتي قد ايه خلوه سعيد موت. ف فانا والله يعني بجد بجد بحب فكرة انك تقدر اللي حواليك لو فعلا في ناس في حياتك انت بتحبهم، وما تتعاملش مع الوقت اكنه هو لسه هيجي قدام. لا، عبر دلوقتي، اعمل ذكريات دلوقتي، عيش اللحظة كلها، يعني 100% انت عايش اللحظة. بلاش مخك يبقى في حاجة في المستقبل، حاجة في الماضي whatever، لا عيش اللحظة عشان تقدر قيمتها وتبقى فعلا ميموري بعدين. لما تخرج خروجه ويبقى عقلك مش حاضر في المومنت، ما بتحسش بقيمتها، بتحس ان انت روحت بيتك انا بحب الناس وبحب المكان وكانت خروجه حلوه بس انا ما انبسطتش، لان انت عقلك ما كانش في اللحظه، ما كانش مقدر فعلا الوقت اللي انت بتقضيه دلوقتي معاهم قد ايه هو هيبقى حاجه حلوه تبسطك بعدين. بوينت مهمه جدا جدا، وهو ان النجاح عمره ما كان حظ. يعني ممكن تبقى يعني ضربت مع واحد ولا اتنين مثلا ما مش بيستغل وقته قوي او كده، بس نزل فيديو على تيك توك بيضحك او whatever، فطلع على اكسبلور وخلاص اتشهر وضرب بقى مشهور جدا. بس هل هو ده نجاح؟ هو بالنسبه له ممكن يبقى انا نجحت، انا اتشهرت. طب اتشهرت في ايه؟ نزلت فيديو مضحك في محتوى بيضحك مثلا. فهو حسب كل واحد بيبقى شايف الشهرة يعني ايه بالظبط. يعني انا مثلا طول عمري لا نفسي ابقى مشهورة، بس انا دلوقتي بقيت افكر طب انا نفسي ابقى مشهورة في ايه بالظبط. مش عايزة ابقى مشهورة في اي حاجة كده وخلاص، عايزة يبقى في حاجة ورا اللي انا بقوله او مسج معينة. يعني المهم النجاح عمره ما كان حظ. النجاح بحس ان هو استثمار للوقت بتاعك، انك تعرف فعلا تورجنايز وتنظم وقتك، وتعرف انك تستثمر وقتك بطريقة صح. تعرف انا امتى هذاكر، امتى هصور لو انت بتحب التصوير، امتى هعمل رياضة عشان ابقى شخص صحي، امتى هاكل اكل احسن، امتى هعرف فعلا اتحكم بالوقت بطريقة تبسطني وتخليني انسان افضل. انا بقيت عامله لي روتين ان انا بحاول على قد ما اقدر، ودي يعني هو انا ماشيه صح فيه لحد دلوقتي، بس مثلا انا ما بعرفش اصحى بدري قوي. كنت بعرف زمان بس ما بقيتش اعرف انام بدري. فانا بحاول ان انا اسيطر على الوقت واشوف ايه الحاجه اللي بتخليني اسهر، واحاول ان انا ما اعملهاش عشان اعرف اصحى بدري، عشان ابقى productive اكتر وابقى انسان احسن في نظري. اللي هو اصحى اروح الجامعه الصبح، ارجع اروح الجيم، اكل اكل صحي اكتر، اصور، اعمل مونتاج whatever. يعني بشوف ايه الحاجات اللي انا بحبها وتخليني فعلا نسخه افضل من نفسي،
الحاجات اللي في اليوم اللي بحاول ابقى مواظبة عليها على طول. مثلا انا بالنسبة لي بحاول دايما اذكار الصباح والمساء ما تفوتنيش. وبحاول اللي هو مثلا بدل ما اصحى الصبح اول حاجه اعملها ان انا امسك موبايلي واقلب على تيك توك او انستجرام او واتيفر، اول حاجه اعملها ان انا اقرا اذكار الصباح مثلا. فدايما لما بتبدل عادات معينه بعادات تانية صحيه وتخليك انسان افضل، هو ده النجاح بجد. انا بحس انك تستثمر وقتك في حاجات مفيده وتخليك انسان احسن في دنيتك، انا بحس ان دي فعلا النجاح الحقيقي. وعمر ما كان حظ، انت اللي بتقرر ده وبتعمل ده بالوقت. فبطل تخلي الوقت هو اللي يبقى بيسيطر عليك وسيطر عليه انت. انك تسيطر على الوقت مش حاجة محتاجة معجزة او حاجة مستحيلة، لا هي بس حاجة محتاجة وعي وادراك، انك تبقى مدرك قد ايه انك تضييع الوقت ده مش هيفيدك في حاجة، وانك بجد لازم تقدر نعمة الوقت ده. فهي الساعة ما بتقفش، انت اللي لازم تتحرك. الساعة مش هتيجي فجأة كده تقولك اقف يلا يلا مستنياك، يلا انجز ذاكر اشتغل اعمل ميموريز اتحرك ابقى شخص افضل صلي قرب من ربنا الساعة مش هتقف. انت اللي لازم تبدأ تتحرك وتشوف وتعمل وتروح وتخلي نفسك احسن نسخة من نفسك. ودايما مفيش حاجه اسمها بيرفكت، انت بتحاول تشوف اخطائك كل شويه، تحاول تشوف شخصيتك ايه اللي لازم يتغير فيها وتحاول تبقى شخص احسن. لما باجي ببص لنفسي من سنه فاتت مثلا احس اللي هو لا انا اتغيرت للاحسن كتير، حتى لو مش فروق كتيره قوي بس انا حاسه بالفرق. فانا حسيت ان انا صراحه عايزه اتكلم عن الموضوع ده اكتر حاجه وهو الوقت. عشان ثانية واحدة، أنا دايما بخلص المشروب قبل ما نخلص الفيديو. مش عارفة المرة دي اندمجت بزيادة وبحس عشان الموضوع ده بالنسبة لي من أهم الحاجات فنسيت أشرب. دلوقتي بقى يعني مش ايست كوفي، بقى مية كوفي. التلج ساح فساب طعم مية ملوش أي لازمة، مش مهم. مبسوطة جدا ان انا صورت الفيديو ده الصراحة، هحاول اعمله مونتاج بسرعة عشان ينزل. يا رب اكون يعني فدتكم حتى لو بجملة واحدة في الفيديو. انا بالنسبة لي مش مهم الفيديو هينزل لكام شخص، على قد ما هو مهم ان هو يأثر في حتى لو حد او اتنين، انا هبقى راضية وسعيدة جدا صراحة. وكالعادة عشان انا بحب كل فيديو اوضح لكم قد ايه فعلا انتوا مهمين بالنسبة لي، فانا بعشقكم. واخر فيديو الكومنتس اللي جت عليه سكر، يعني انتوا بجد انا بحس ان انا عايزة كده اكلكم، يعني مش عايزة اخدكم بس انتوا من كتر ما انتوا كيوت وبجد ناس كده، فانا بحس ان انا عايزة اكلكم. مهم شكرا ان انتوا موجودين في حياتي صراحة، بتخلوا اليوم احسن بكتير. النهاردة اليوم مثلا كان مثال بسيط جدا، النهاردة اليوم ما كانش احسن حاجة، او يعني هو انا كان يوم productive وحاولت ان انا اخلص كذا حاجة، بس انا وانا بعمل الحاجات دي انا كنت حاسة انا مهمومة سيكة، او يعني عارف لما تبقى اللي هو انت بتنجز وبتعمل حاجات بس انت من جواك مش بتعملها وانت اللي هو مبسوط ومودك حلو وكده. كنت حاسة ان انا في خنقه كده بسيطه جوايا. فانا بجد مجرد فتحت الكاميرا قفلت الباب قعدت اتكلم معاكم انا دلوقتي مبسوطه جدا، واي حاجه هعملها بعد الفيديو دلوقتي هبقى بعملها وانا مبسوطه موت، عشان انا المود بتاعي بقى حلو، فانتوا بجد بتبسطوني. فتخيلوا قد ايه انتوا الافكت بتاعكم مع الناس اللي حواليكوا عامل ازاي. يعني بجد الناس اللي في حياتكم محظوظين جدا. طبعا انا منهم عشان انا في حياتكم اكيد، صح؟ ماشي، اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، خدوا بالكم من نفسكم، باي باي.